دلوقتي. طب حضرتك ممكن تورينا ايه الفرق ما بين البوتوكس والفيلر؟ فرق كبير. البوتوكس دوت ده حاجه، ده دواء للشد. البوتوكس دواء بيتحضر في المعامل. تمام. هو عباره عن بوتيلاينم توكسين تايب ايه. هو عباره عن حقنه بتتحقن تشتغل اساسا على العضلات، تخلي العضله ما تنقبضش، تخليها تفضل مرتخيه. ارتخاء العضله ده بيخلي الكسر اللي فوقيها تفضل مفروده مده اطول. فبالتالي بتلاقي الشكل الطبيعي اصبح ان الوجه ايه، مشدود ومفرود بشكل مظبوط طبيعي. مش ده بيأثر على تعبيرات الوش اللي هي الفيشل اكسبريشنز؟ يعني اول ما بيتحقن بيبقى اللي بيحقنه مش عارف قوي يكشر، مش عارف قوي يعمل تجاعيد وهو بيضحك، بس هو الطبيعي في السن الصغير ان مفيش تكشيره قويه. يعني البنات الصغيرين ما بيكشروش قوي زي الكبار. اكيد مش بيدين نفس التجاعيد والخطوط دي. ما هو عشان كده بنقول ان البوتوكس له اماكن محدده لازم يتحقن فيها، وهي دي اللي بيكون صالح فيها وممتاز. اتحقن في اماكن تانية برضو بتكون نتيجته مش احسن حاجه. هو لهم مكان عشان ما يوقفش التعابير. وشنا حتى البيبي الصغير في تعابير بتبان عليه وفي تعابير لا. يعني البيبي الصغير ما بيكشرش. ما بيكشرش، ولما بيكشر حاجه بسيطه وما ما بيبقاش عنده حفر محفوره الجبهه بتاعته مثلا. فاحنا بنحقن السن الاكبر شويه علشان الجبهه ما تتحفرش. ادي كل الحكايه. وتفضل العضله بتاعته مفروده كده، بتاعت الست او بتاعت الراجل. على فكره الرجاله والستات دلوقتي انا كنت لسه هدخلك في السؤال ده فعلا. الاثنين بيحقنوه يعني على حد سواء، الاثنين زي بعض. طب البوتوكس زي ما بقول لحضرتك هو بيتحقن علشان يفرد العضلات. اما الفيلر من اسمه توفيل ان، يعني يعوض اي دهون فقدت، يحفز النضاره، الكولاجين على اعلى مستوى. دي اهم حاجه، ينشط الكولاجين، ده احلى حاجه فيه. يعني الفيلر العلاجي العلاجي. وطبعا دلوقتي في واحده وشها وقع قوي وسابت نفسها سنين طويله، في برضو فيلر علاجي بس بيكون خيطي، بيشد شويه. بيبقى عامل الشد فيه بيبقى اقوى شويه، بيتاخد للسن الكبير وبيرفع الوجه وبيرجعه لطبيعته تماما. يعني حضرتك بتنصحي بالفيلر ولا على حسب الحاله؟ يعني في حالات تقولها لا كفايه بوتوكس، حسب الحاله. في حالات اقول لك كفايه عليكي بلازما، كفايه بي ار بي، كفايه اكسوزوم، كفايه حقنه نضاره. البوتوكس لو هي بس يعني مجرد عندها شويه كسر حوالين العين الجبهه، كفايه البوتوكس. على حسب اللي هي محتاجاه بنحطه. ويمكن كمان يعني ما نعوضش كل اللي فقد، نسيب فرصه للكولاجين لما يتنشط هو يعوض الباقي، فبيبقى الست شكلها في الاخر طبيعي اكتر وفي منتهى الجمال. عشان يبقى الشكل طبيعي، ما يبانش ان في حاجه اتعملت